خلاص نويت تبطل الجبيماش؟ برافو عليك يا صاحبي. بس اسمعني، احفظ الدقيقة دي عندك كويس علشان لما تفشل ترجع لها تاني. تفشل ليه؟ عشان غالبا محدش قال لك ان ما ينفعش تبطله مرة واحدة كده وخلاص. لازم كل 3 ايام تقلل الجرعة للنص يا ريس. ليه بقى؟ لانك لو قطعت فجأة جسمك هيعلن الحرب عليك، وهيقلب من صاحبك لعدوك، وهتلاقي نفسك حرفيا بتحارب لوحدك. وعلشان تكسب الحرب دي لازم تعرف خطة الجسم وتكون محضر اسلحتك كويس. ايه رأيك؟ هدخلك الحرب وانت عارف خطة العدو ومحضر له اسلحتك كمان. تعال نبدأ المعركة واحدة واحدة. اول ما هتوقف الجبيماش الجسم هيضربك بصاروخ اسمه الصداع، وده ترد عليه بطلقتين بنادول مع كوباية مية كبيرة. مع كل هجمة صداع نفس السلاح. بعد كده جسمك هيبتدي يشيط ويحرك جيشه التقيل اللي هو التوتر والقلق والاكتئاب. والتوليفة دي لو مسكت فيك هتعزلك عن الناس وتخليك خايف من كل حاجة. فلازم تكون مجهز الدورميفال، وهي تركيبة أعشاب مهدئة وأمان الأمان. بعدها الجسم هيبدأ يحاول يوقعك بسلاح تاني اسمه قلة النوم والأرق. بس طبعا احنا صاحيين له ومجهزين اللزقة دي، هنلزقها على لساننا قبل النوم عشان تنام وتصحى تكمل الحرب. وآخر كارت الجسم هيبدأ يطلعه هي الرعشة والتشنجات الخفيفة. بس على مين؟ احنا مجهزين له الكالماج والمغنيسيوم بلس وفيتامين بي 12، وده سلاح يظبط لك الأعصاب ويهدي الهزة. لو مشيت بالخطة دي جسمك هيسحب قواته واحدة واحدة، وهتخرج من المعركة دي من غير إصابات. بس خد بالك، ما ينفعش تنسحب لوحدك. ابعت الفيديو ده لأي حد ناوي يبطل الجبيماش وقول له ينضم للعملية ونعديها بأمان. وافتكر دايما إن القائد الحقيقي مش اللي يدخل المعركة، القائد الحقيقي هو اللي يخرج منها بسلام. وسلامي ليك يا قائد.